السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. جايبه لكم حاجه حلوه لذيذه قوي خفيفه، تجمع ما بين الترايفل وتجمع ما بين الملفي. حلوه قوي لو انت واكله رنجه وفسيخ. انا عملتها ساعه مع اخواتي وماما جم وكلنا فسيخ ورنجه. ما كلناش فسيخ، كلنا رنجه بس. مرطبه وحلوه، سكرها معتدل. حلوه قوي قوي، اخف من البسبوسه واخف من الكيكه واخف من الكنافه. حاجه كده لذيذه قوي، هتتاكل اكل والكل هيحبها. سهل قوي. هنعمل ملفي او ترايفل. الملفي بالفراوله، ممكن نختار نوع فاكهه تاني غير الفراوله اللي يعجبه والمتوفر عندكم. انا كان عندي فراوله وعندي مانجا، فقلت اجربها بالفراوله. تزيينها بسيط قوي. مكوناتها ان شاء الله سهله ومتوفره في البيت، وممكن نستخدم بدايل غير اللي انا مستخدماها في مستخدماها في الفيديو. اول حاجه يلا بينا نبدا ونشتغل مع بعض. بس ما تنسونيش في اللايك اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله. جبت عندي فراوله مجمده، حطيتها في حله وحطيت عليها شويه ميه صغيرين و3 معالق سكر او 4 معالق سكر، وسبتها على النار تتسبك وتغلي مع بعض، تتحول لشبه المربى. تاني حاجه حطيت كوبايتين لبن على النار هدفيهم. بعد كده هجيب 3 بيضات، هاخد منهم الصفار فقط واحط عليهم معلقتين سكر كبار، واحط عليهم 3 معالق من النشا. تمام. هقلبهم كده مع بعض لحد ما السكر يدوب والنشا يختفي مع البيض. كل ده على البارد. الخليط لقيته تقيل شويه، فهزوده شويه لبن صغيرين عشان اعرف اقلبه. تمام. وما ننساش الفانيليا، حطيت حوالي ربع معلقه فانيليا وقلبت الخليط كله مع بعضه لحد ما اخلط السكر مع النشا مع صفار البيض. تمام كده. اللبن عندي سخن او دخل على غليان. ابتدي بقى احط شويه بشويه كده على البيض، مش هنزل باللبن مره واحده عشان ما يستويش معايا البيض ويتكتل. احط شويه بشويه كده مع التقليب لحد ما ارفع درجه حراره البيض بالسكر شويه بشويه عشان البيض ما يستويش من حراره اللبن. تمام. ممكن ده هنا بعمل كريم باتسير. لو مش عايزين تعملوا الخطوات دي ممكن بالكاسترد العادي. هنتبع الخطوات اللي موجوده على العلبه ونحضر كميه كوبايتين ونص لبن. شوفوا هيتحط عليهم قد ايه كاسترد باودر. بعد ما رفعت درجه حراره البيض بالسكر، نزلت بقى بكميه اللبن على الخليط بتاع البيض مره واحده، ورجعتهم لنفس القدرولة اللي سخنت فيها اللبن، ورفعتهم على البوتاجاز مع التقليب المستمر. لو ما قلبناش هيتكتل معانا وهيخرز معانا ومش هيبقى حلو. شايفين القوام بعد ما استوى؟ هو ده احنا القوام ده اللي احنا عايزينه. هنسيبه بقى يبرد تماما، واهم حاجه ان احنا نغطي الوش بتاعه بكيس بلاستيك عشان ما يعملش قشره معانا، ونسيبه يبرد تماما قبل ما نستخدمه. وانتوا شايفين الحله التانية فيها الفراوله اهي حلو قوي كده. ابتدي بقى اجهز الكريمه بتاعتي. انا هحط كريمه، هستخدم كريمه في الموضوع او في الحاله اللي انا هعمله ده. فهنا عندي كان ربع كيلو كريمه لباني، او اللي هي الفريش، او اللي هي كريمه الخفق. حطيت عليها كيس كريم شانتيه اللي هو المغلف، وضربتهم كده بالهاند بلندر الاول قبل ما ازود اللبن عشان انا محطش لبن وبعد كده الاقيه خفيف. حطيت شويه لبن، ابتديت اضرب واحده بواحده. وطبعا انا حطيت سكر، حطيت معلقتين سكر بودر. تمام. خلاص كده الكريمه اتضربت معايا، وهنا الكاسترد او الكريم الباتسير برد تماما معايا. هحطه على الكريمه ونضربهم كلهم مع بعض. تمام. هنخلطهم كلهم مع بعض. لو لقينا القوام تقيل ممكن نزود شويه لبن شويه كريمه. تمام. هنا كنت بدوق الطعم او السكر بتاعه. زودت له هنا ربع كوبايه من اللبن ومعلقتين من السكر البودر، وهضربهم كويس. انا بحط السكر البودر اهو كده. تمام. حوالي معلقتين ونص. تمام. وهضربهم تاني. هقلبهم كده الاول يدوي عشان السكر طبعا ما يطيرش في وشي، واضربهم بالمضرب تاني لحد ما ينعم القوام بتاع الكريمه، ما يبقاش فيه اي تخريزات او تكتلات.
كده الكريمه جاهزه وبقت ناعمه زي ما انتم شايفين. حطها في كيس حلواني او كيس ثلاجه، بس ده حاجه اختياريه، انا عشان اسهل على نفس الموضوع. حابين تستخدموها على طول بالمعلقه كده اللي يعجبكم. وهنا الفراوله كانت عقدت والصوص تقل معانا وبردت تماما. قبل ما نستخدمها جبت البوله اللي هشتغل فيها، اللي هعمل فيها ترايفل. وطبعا حضرت الملفيه ده جايباه جاهز من الفرن. تمام. حطيت طبقه حلوه من الكريمه في ارضيه البوله، وبعد كده طبقه حلوه برضو من الملفيه بعد ما كسرته وفتلته بايدي كده، وطبقه كريمه، وعليها هساوي السطح الاول بتاعها، وهحط عليها طبقه من الفراوله او صوص الفراوله اللي احنا عملناه. وابتدي بقى ايه اكرر الطبقات اللي انا بعملها واحده واحده، مره كريمه، مره ملفيه، مره صوص فراوله، لحد ما انهي الطبقات كلها. بس اهم حاجه اختم بيها اللي هي طبقه الايه الملفيه. تمام. ممكن نعملها في صينيه مستطيله كنوع من انواع الكيك من غير ما نفتت الايه الملفيه. زي ما قلت لكم بكرر الطبقات لحد ما تنتهي كميه الكريمه وكميه الملفيه، ويتبقى شويه صغيرين من الايه من صوص الفراوله. هخليه اخر حاجه شويه صوص فراوله كده احطهم على الوش كزينه. وزي ما قلت لكم هنهي بطبقه من الايه من الملفيه، اخر طبقه كده من الملفيه. وفضل حوالي معلقتين 3 من صوص الفراوله حطيتهم في منتصف البوله. تمام. ده استعاضه عن لو مفيش تزيين عندي، لو مفيش فاكهه عندي، لو في فاكهه فريش عندي ممكن نحطها في المنتصف كده ونزين الايه البوله بيها. فحطيت المعلقتين الصوص كده على الوش، وجبت سكر بودر، زينت اطراف الملفيه كده بالسكر البودر. وفي النص عندي لقيت برضو كريز مسكر. انا عارفه ان هو احمر، بس هكسر اللون بايه بنعناع لقيت عندي في التلاجة نعناع فريش. خدت كام برعم كده من النعناع حطيتهم على الصوص، وخلص التزيين بتاعنا البسيط جدا، وخلص الملفي بتاعنا. جربوا الوصفه الحلوه دي هتعجبكم ان شاء الله، وكل اللي هيدوقها هتعجبه باذن الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.